هل سقط حلم المغرب في المونديال بسبب صافرة ظالمة؟ سؤال انفجر غضباً بعدما تحول التحكيم إلى بطل غير مرغوب فيه في مواجهة البرازيل. الجماهير المغربية عبرت عن سخط كبير تجاه قرارات الحكم، معتبرة أنها غيرت مسار ربع النهائي بالكامل. أخطاء وصفت بأنها قاتلة، ضربة جزاء واضحة لم تحتسب، وقت بدل ضائع فتح أكثر مما يجب، ثم هدف ثان للبرازيل وسط احتجاجات قوية على وجود لمسة يد. ورغم الجدل، أشاد كثيرون بالأداء القتالي لأشبال الأطلس بقيادة نبيل باها، الذين قدموا مباراة عالية المستوى وكانوا على بعد خطوة من نصف النهائي، لكن تفاصيل صغيرة ومؤلمة خطفت حلمهم في اللحظات الأخيرة. قد يطوى الملف، لكن بقاء النقاش مشتعلا يؤكد أن المغرب خرج مرفوع الرأس، فيما سيظل التحكيم عنوانا مريرا لهذه المواجهة.